إذا هممت بمعصية وعلمت أن أحدا يراقبك من بعيد، فهل تفعل هذه المعصية؟ طب إذا علمت أن هذا الإنسان اقترب منك، بل قد اقترب أكثر وأكثر وأصبح خلف ظهرك يراقبك، هل تقبل على هذه المعصية؟ طب فما بالك إذا كان الذي يراقبك هو الله؟ قال أحد السلف: استحي من الله على قدر قربه منك. والله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وقد جاء رجل إليه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. يعني لو أن رجلا صالحا ينظر إليك أثناء فعل المعصية، كيف سيكون حياؤك منه؟ فينبغي أن يكون حياؤك من الله أشد. إذا استشعرت هذا في قلبك واستشعرت قرب الله منك، ابتعدت عن المعصية. فاستعن بالله واستحي من الله.